السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. أنا بصراحة بقالي مدة كبيرة ما بعملش فيديوهات. حالة من القرف موجودة مخليها الواحد ملوش حتى نفسي يتكلم في أي حاجة. بس بصراحة اتفرجت بالصدفة كده على فيديو للكابتن أحمد بلال. بصراحة أنا مت من الضحك. هي دي فعلا الكوميديا السوداء، الكوميديا الساخرة. كابتن أحمد بلال زعلان قوي وبيقول حالة انهيار للكرة المصرية، المنتخبات بيحصل لها ايه، هو في ايه، واللي ما سألتش نفسك يا كابتن ايه السبب في الكلام ده؟ ما سألتش نفسك يا كابتن ان النادي بتاعك هو السبب في انهيار الكرة المصرية؟ ما سألتش نفسك يا كابتن او ما جاوبتش على نفسك بصدق وانت عارف الحقيقة ان النادي الاهلي هو سبب انهيار الكرة المصرية؟ انتوا مش فاكرين لما ما كنتوش بتبعتوا لاعيبتكم للمنتخب؟ مش فاكرين لما كان الدوري المصري بيتأجل بسبب ارتباطات النادي الاهلي؟ وده ما بتحصلش في العالم كله. ما تواجهوا نفسكم بالحقيقه. ما هو ده اللي بنقوله من اول الموسم ومن كل موسم ومن زمان مع بعضينا وعلى القهاوي وكل، ان انتوا سبب انهيار الكره المصريه وفسادها. تظبيط لجان الحكام وتظبيط الاعلام وي والكلام اللي احنا بنقوله ده كله، وتقولوا نظريه المؤامره، المظلوميه، يا حلولي يا حلولي. انتوا السبب يا كابتن، يا اللي طالع بتتساءل بعجب وباندهاش وبانبهار ايه اللي بيحصل في الكرة المصرية. البنية التحتية، بنية التحتية ايه؟ بنية التحتية ايه يا كابتن؟ مصر اتعمل فيها استادات السنين اللي فاتت دي ما كانتش موجودة. احنا ما كانش عندنا زمان غير استاد القاهرة واستاد المقاولين واستاد السكة واستاد اسكندرية، وبعد كده بقى بقية الاقاليم بورسعيد بس كانت كلها استادات تعبانة، وكنا بنطلع منتخبات ونجوم بيكسروا الدنيا وبناخد افريقيا وبندغدغ الدنيا. انتوا السبب يا ابو الكباتن. ما تعملش فيها مصدوم ومندهش. وقلنا الكلام ده وحذرنا منه، ولسه هيحصل اسوأ من كده. اديك شفت الفضائح اللي بتحصل ودينا كلنا شفناها. البنا اللي طبخ الماتش للاهلي ووصلهم نهائي سوبر ظلم، اهو النهارده بيستبعدوه من القايمه وطالع بينتقد وبيعمل وبيساوي. ما خلاص رفعوا ايديهم. ما دي السياسه بتاعت سياسه الايه، مش هقول بقى سياسه يهود والكلام الفاضي، لا، بس سياسه ايه، خلاص انا خلصت حاجتي من عند جارتي. خلاص. وحصلت كتير قوي مع حكام ومع لعيبه ومع وكتير قوي. النادي الاهلي السبب الرئيسي في انهيار منظومه الرياضه في مصر عموما، مش الكره وبس. ماشي يا كابتن بلال، والنبي ما تعمل منبهر ومندهش. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى قضيه الساحه وقضيه الساعه. كابتن رمضان صبحي، الراجل ده من يوم ما ساب النادي الاهلي وراح بيراميدز وعمل فيهم اللي هم بيعملوه مع الناس كلها، والسكاكين مشهوره عليه وعلى رقبته بقالها كام سنه، وشتيمه وقله ادب وقله قيمه وي. دلوقتي بقى رمضان صبحي بالمعهد والتزوير ده، لا رمضان صبحي المنشطات، وقبليها كتير بقى رمضان صبحي خرج من جنة الأهلي، رمضان صبحي اختار غلط لغاية اما الراجل وقع وايه وطلعت له السكاكين. هو في ايه يا جدعان؟ لا اله الا الله. دي كورة والله، ما هي ديانة ولا جنسية. الديانة والجنسية دول ما ينفعش الواحد يخونهم، والا والعياذ بالله يبقى خاين دنيا واخرة. لكن غير كده دي كوره. طب ما انتوا بتعملوا كده، بتقولوا عصر الاحتراف. بطلوا بقى الكلب مكيالين بقى والقرف ده بقى. لما يروح لعيب من النادي ده احتراف، لكن يسيبكوا يبقى خاين ويبقى ويتقطع ويتدمر. وافكركم بامثله الناس كلها حافظت الكلام ده. خلاص شكلكم بقى باين قوي وواضح قوي. والله وعدكم قربت، عشان ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضوش الكلام ده. اخر حاجه بقى هتكلم فيها المنتخب، اللي هو عندنا اغلى من اي نادي، اللي هو من الاساس معموله الرياضه عشان تصب في مصلحه المنتخبات. يا كابتن حسام، يا ناس، يا مسؤول عن منتخب مصر، انتوا ما بتحكموش في عزبه. ده منتخب بيمثل 120 مليون بني ادم، بيمثل جمهوريه مصر العربيه. ارحمونا بقى، اتقوا الله شويه فينا. ايه اللي بيحصل ده وايه التهريج ده؟ ومدربين تطلع تقول تصريحات غريبه ما تتقالش في القهاوي، اعلاميين يطلعوا يعلقوا كل واحد على مزاجه، اللي مؤيد لسياسه الكابتن يطلع يطبل، واللي معارض برضه بناء على هوا يطلع يقطع. احنا عايزين نقول الحق بقى في مره لله. خلاص والله مجتمعنا بينهار، اقسم بالله، من كتر الحياد عن الحق والبعد عن الحق. حرام يا ناس. هو في ايه؟ ما تشوفوا اللي بيحصل في الرياضه وفي غير الرياضه. المجتمع كله وكلنا بنشتكي، كلنا بنشتكي. طب امال مين اللي غلطان؟
لما انا مظلوم وانت مظلوم وعبده مظلوم وفؤاد مظلوم وبوسينة مظلومة وعديلة مظلومة، امال مين الظالم؟ ما نرجع بقى كده شوية لنفسينا ونحاسب نفسينا. انا دلوقتي بحيد عن الحق عشان انا زملكاوي، ما ارجعش اشتكي من الظلم بقى، ما ممكن يجي واحد اقوى مني ويظلمني. وانت بتشتكي هي كذلك. لو الحق هو مبدأنا استحالة هنشتكي. المتضرر هيبقى ظالم، اللي متضرر من الحق هيبقى ظالم، لكن غير كده والله ما هنشوف خير. فوقوا شوية، ارجعوا لربنا شوية. حرام يا كابتن حسام، ما ينفعش مدرب في الدنيا يطلع يقول التصريحات دي. انا مش هتكلم معاك فنيا، انا هتكلم معاك حتى انسانيا. ايه ده؟ ايه؟ عندي 2 محترفين وربع، واحد تاني الكابتن احمد بلال طالع وراك يقول انا ماليش دعوه، هو اللي قال ربع. ربع ايه ونص ايه بس؟ ربع. انا مش هدافع عن مصطفى محمد. مصطفى محمد راجل لوحده من اعظم المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر، راجل محترف في دوري قوي وفي نادي قوي، وهو بيثبت نفسه بنفسه ومحدش ساعده في حاجه. مش هدافع عنه. لكن انت بتقول كده ليه؟ ما انت الكابتن الجوهري اتحدى بيك الدنيا كلها ورحت واثبت وجهه نظر لما ساندك معنويا وفوقك واخدت الهداف، اي طبعا برعايه الامبراطور حازم امام، لكن اديك رحت وعملت وسويت. كابتن حسن شحاته اخدك وانت عندك حاجه و40 سنه، 41 سنه تقريبا، ورحت جبت جون في الامم هنا في 2006 وربنا كرمك. ما بلاش ظلم بقى، واختيارات لعيبه فيها حب وكره وفيها مصالح وفيها ارضاء لناس على ناس. ده منتخب مصر يا معلم، ده منتخب مصر يا نجم، منتخب مصر يا عميد. فوق، احنا مش على هوا حد، ده المنتخب بتاعنا احنا. لو بنتكلم على نادي، ده النادي ده يخص فئة معينة كبيرة بقى وصغيرة، زمالك، اهلي، اتحاد، مصري، ده يخص جمهور، لكن ده منتخب مصر، يعني يخصني ويخص من اول اكبر حد في الدولة لغاية اصغر حد. ما تتجروش بينا على هواكم، اتقوا الله شوية. مش عايزين نتفضح، لان الفضائح دي بتتكتب في التاريخ، لا هتتكتب فضيحه الاهلي ولا الزمالك وتتنسي، لا هتبقى فضيحه لمنتخب مصر. دي مصر. عموما حال الرياضه في مصر ما يسرش، واتقوا الله. والجهات المسؤوله انا عارف ان هي كويس قوي، وقت ما هتتدخل بسيف بطار، ويا رب يكون ده ظني صح عشان ما تبقاش كارثه كبيره، وربنا سبحانه وتعالى ييسر كل الخير لبلدنا. اخر حاجه بقى مش هطول عليكم فيها، نادي الزمالك. اقسم بالله انا في حياتي ما شفت نادي كوره بالشعبيه دي في بلده وفي بقيه البلاد، سواء في الشرق الاوسط والعرب وافريقيا، بيتحارب بالطريقه دي. مفيش كميه ازمات بتتصدر بالكلام ده، وقطع لسان كل اللي يقول مظلوميه والكلام ده كله. من 2005 لغايه دلوقتي، بعد ال4 سنين اللي عملهم الزمالك مع الدكتور كمال درويش، الله يصبحه بكل خير ويديله الصحه، ما شفناش خير. انهياره بيزيد يوم عن يوم، ومشاكل بتتصدر، واول ما نبدا نفوق حل مجالس اداره وكوارث بتحصل وايقاف لعيبه بدون داعي. عمرو زكي اتقرت شفايفه في مره وتوقف، مش عارف شيكابالا اتوقف، الله يرحمه محمد صبري كنت دي صبري اتوقف سنه. ايه اللي بيحصل ده؟ هو في ايه يا جدعان؟ هو نادي الزمالك ده ايه يعني؟ مش فاهم. ما هو نادي مصري وطول عمره مشرف مصر. مش كده يا جماعه؟ عايزين تعملوا مصالح وبزنس، اعملوها بعيد عننا. يعني اعملوا حاجات ما تخصش الناس، ملناش دعوه بقى فيها، في دوله بتحاسبكم. اعمل بيزنس، اعمل تجاره، اعمل اي حاجه، بس ابعد عننا يا عم. مش كده والله، حرام. وبرامج طالعه مأجوره وناس بتتأجر على هو في احنا بقينا مافيا في مصر. مصر ما كانتش كده ابدا، ده احنا كنا اطيب ناس. والله بتكلم من قلبي وبصدق وبإخلاص لمصلحه البلد ولمصلحه كل حد صاحب حق. حرام، اتقوا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله قوما ضاع الحق بينهم. انا نفسي الفيديو ده يتشاف، مش عشان حاجه والله، انا بعمل فيديوهات دي لنفسي، زي اللي بيكتب شعر كده يفرغ عن شحنه جواه. نفسي الفيديو ده الناس كلها تشوفه عشان حاجه واحده بس، يمكن تكون كلمه تصحي، مع ان انا عارف ان ده بعيد، بس ظني بربنا سبحانه وتعالى اكبر من كل حاجه. وربنا يا رب يصلح الحال وينصر بلدنا وينصر الزمالك، ويا رب دمر كل ظالم. السلام عليكم ورحمه الله.